بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت اليوم قدام حالة في الحقيقة يتعقد اللسان على إيجاد الكلمات. اليوم باش تشاهدوا معايا مقطع متاع فيديو، هو في الحقيقة لعائلة تقطن في ضواحي العاصمة، بالتحديد في حي الرفاهة بالمنيهلة. هذه العائلة تناشد كل أطياف المجتمع المدني. علاش؟ أن هذه العائلة عندهم بنية صغيرة 4 سنوات في العمر، تعاني من مرض نادر في الحقيقة، ماهوش معروف برشا في تونس وحتى في الأوساط العالمية. هذا المرض عافانا وعافاكم الله يتسبب في شلل تام للجسم. قدام عجز هذه العائلة المادي تتوجه بنداء إلى كافة المجتمع التونسي من حكومات وأحزاب، من منظمات بمختلف نشاطاتها، المجتمع المدني، وسائل الإعلام، كل الأطياف في المجتمع التونسي. واحنا تعودنا في المجتمع التونسي بصراحة على يد المساعدة دون مناشدة في الحقيقة. تو باش تشوفوا معايا الفيديو اللي في الحقيقة أنا واحد من الناس أثناء التصوير ما نجمتش نتمالك نفسي عن البكاء قدام هالآلام والأوجاع اللي تحس بها البنوت. من خلال رقم الهاتف اللي باش تشوفوه في أسفل الشاشة بإمكانكم التواصل مع هذه العائلة، خاصة في هذا الشهر الكريم، في هذا الشهر الفضيل، وفي هذا العيد المبارك، عيد الرحمة، عيد التعاطف، التكاتف، التسامح. نتمنى أن هذا النداء يلقى الصداء متاعه، وهذا مما لا شك فيه أن مازال الخير في الدنيا، ومازال التونسي فيه الخير. في هذه المناسبة نناشد كل المجتمع التونسي أن ينظر بعين الرحمة، وخاصة الحكومة اللي في الحقيقة هذه المرأة الأم المسكينة تقول لي في حديثها أنها اتصلت بكل المنظمات، بكل السلطات، اتصلت بكل وسائل الإعلام. للأسف الشديد ما لقاتش حتى أذان صاغية، وهذا في الحقيقة بقدر ما هو مؤلم بقدر ما هو مخجل، لأن ما تعودناش الشعب التونسي بالشيء هذا. تعودنا على التكاتف، تعودنا على التحابب، تعودنا على الكرامة والكرم. فالرجاء الرجاء الرجاء أن تنظروا بعين الرحمة لهذه الأسرة، لهذه العائلة، لهذه الطفلة التي تموت 1000 مرة في كل ساعة من شدة الآلام. ملا نشاهدوا مع بعضنا هذا الفيديو، نزيد نعاود أرجو من الأمهات اللي بحداهم صغيرات إنهم يبعدوهم، لأن المشهد مؤلم. ملا نشاهدوا مع بعضنا.
شوف عمي صار في تطلع، شوف صار في بنتي، شوف صرا خلي صورك عمي يقف هكاك مستنية. دورها دورها انت. رفعتي طيب بالنسبة للنوم هذاك هو النوم تاعها ديما هكا. هذاك النوم. تخافش كان عندي متخاف. مادام انت قلتي لي ديما ما تقومش ديما هكا بالطريقة هذيا. ديما يلزمها واقفة هكاكا، نحطها على طاولة، عندها طاولة سبيسيال ب500. قالوا لي انا ما طلعتهاش، عملت لها طاولة صغيرة من عند النجار نوقفها بها هكايا وتقعد يعني تقعد بها، وانا نحط لها الحاجات اللي لازمتها بها باش تقعد تركح بها شوي. تعدي طبعا في السبيطار قاعدة تاخذ الفحوصات نتاعها والعلاج نتاعها. تعدي في الرابطة، تعدي في القصاب، تعدي في هدي الرايس، تعدي في باب سعدون، تتبع في السبيطارات الكل. ايوه تتبع في السبيطارات. اتصلتش بمسؤولين، اتصلتش بقنوات اعلام؟ اتصلت بهم الكل، قناة نسمة، اتصلت بحنا باع، مشيت لهم قداش من مرة، اتصلت بهم على الموزع الصوتي، اتصلت بقناة الجنوبية، مشيت لقناة الزيتونة في كرتاج، مشيت لها، مشيت يعني قدمت هذا يقول لي عندنا ضغط توا ما نجموش توا، مشيت لحنا باع ديرير ما طلبتها، صبيت يعني فلوس التليفون، كلمت مع الموزع الصوتي برشا مرات ما رجعوليش. يعني اتصلت بمسؤولين بحزب النهضة، اتصلت برئيس الحكومة، اتصلت يعني سيد الرئيس، اتصلت به صبيت له مطلب، راسلتهم كلهم؟ راسلت الشؤون الاجتماعية، راسلت قابلت الوالي مني ليه، قابلت المعتمد زادة مني ليه، مشيت له قداش من مرة، المرشدات هنا يعرفوني، فهمتني؟ ولهذا وعود بالخير، يعني ما عملوا لي حتى شيء بالنسبة لي أنا. معناتها بالنسبة للكنام مثلا ما عاونتكش؟ الكنام اباريات تقول لك لا، صبيت لهم المطلب نتاع البرايات الثاني، قالوا لي مرة في العامين تستحقها، ما توا لا. تو ديما تبكي هكا باش من تاثير الوجاع تتوجع تتالم برشا تقلق. ايوه. حالتكم الاجتماعيه شنو؟ حالتي الاجتماعيه بوها عامل ماخذ قرض، ماخذ زوز قروض، شريته فاضله فيه 210,000. والله نتبع بشوي، عندي ولاد الحلال يعني جيراني يحبوني يعاونوني عليها شوي. بالنسبه للطب نتاعها ما عطوكش امل على الاقل؟ قالوا لي واصله معاها كيكه، مشجعيني عليها شوي. فهمتني؟ فرحانين بها خاطر انا واقفه معاها. قداش عمرها هي توا؟ 4 سنين. 4 سنين ما تقومش بالكل؟ ما تقومش، انا يعني انا وقتي الكل هي 4 سنين انا نتبع فيها. نتبع فيها معناتها ترقد ليل نهار ديما في نفس الوضع؟ في الليل ترقد لي بالماء، مش نكذب عليك، نعبي لها دبوزه بارفان صغيره، كي تفيق تبكي من السخانه من الواحد، فاش نبردها بشويه ماء ترجع ترقد. هكاك يعني. وشنو النداء اللي ممكن توجهيه؟ النداء بربي يتلفتوا لي، نحب يخزروا لبنتي بعين الرحمه، كان ثم علاج ماذا بيه يعالج الوالي، نحب مثلا كيف تو لاباري هذيا انا عاجزه عليها، ما نعرفش كيفاش نشريها. قداش لاباري هذه؟ ب 918,000. مرايتها تو ما بعد باش نعمل لها مرايات، ما عنديش باش نعمل لها مرايات. 3 سنين ما نعرفش نعيد، باش نكذب عليك، اصبر 3 سنين ما نعيطش على خاطر بنتي، نقول بنتي هي اللي اولى كلهم يعرفوني يوميا. والله صدقني مدام انا تو بصراحه معناتها ما نجمش باش نكمل معاك تصوير. علاش نقول هيك بصراحه؟ معناتها قدام الالام نتاع البنيه والاوجاع انا معناتها ما نجمش نكمل معاك التصوير، فهمتي؟ انا واحده من الناس موجوعه في الليل ونعيط لك لبسه جاء يجي يدق علي الباب يقول لي بصراحه بريماتك الصحه يعرفوني بها في الجيران الكل، قالوا لي غريبه ماما راهي راهي عندها يعني
بروفيسيونيل كي هكا راه ملاهين بها سواء في بالك مرشدات درك دقيق البيبان الكل ما عاد في روضه باش نخليها في روضه باش نخرج نعاون راجل حتى يوم اصبر يوم يعني فهمتني حكمت علي قالت لي 8 نص النهار 50 دينار 8 ضرب لي 50 دينار باش نخدمش الدنيا 50 مش تعاوني ما تعاونيش. سامحني انا مدام صراحه باش نقطع التصوير لاني ما عادش نجم نتحمل المشهد.